السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بألف خير. يلا بينا نصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. نعمل معاكم كيكة جميلة كده، وفي الآخر يعني تشوفوا منظر جميل قوي، حاجة ترطب على القلب. معايا يا حبايب قلب كوبايتين دقيق، ومعايا كوباية زيت، ومعايا كوباية ونص حليب لبن يعني، ومعايا فانيليا، ومعايا 3 حبات من البيض، ومعانا بيكنج باودر وكيك شيف، ومعانا ذرة من الملح، ومعانا كوباية سكر، كوباية كبيرة. هنضيف يا حبايب قلب البيض، 3 حبات بيض في الخلاط. تمام. وهنضيف طبعا عليهم الفانيليا. الفانيليا يا جماعة. وهنضيف السكر، الزيت، نضربهم 5 دقايق كده مع بعض. زي ما انتم شايفين كده بنضربهم ضرب كويس يعني عشان يبقوا ويعملوا فوم كده. هنضيف الحليب، كوباية ونص حليب. تمام. معانا معلقة خل هنضيفها. تمام. ذرة من الملح، يعني حاجة بسيطة كده من الملح. تمام. الدقيق يكون منخول، تنخلوه. كوبايتين دقيق هيتنخلوا، عشان ده بيفرق قوي في الكيكه، تبقى هشه وجميله. هتحط بقى معلقتين البيكنج باودر، اللي هو الكيك شيف والبيكنج باودر، على الدقيق، هتضيفيه على الدقيق. تمام. معلقه كبيره ومعلقه كبيره، معلقه من دي كبيره بتاع الطعام، ومعلقه كبيره من التاني، يعني 2 معلقه من دي ومعلقه من دي. تمام. بالكوبايتين دقيق. هضيف بقى طول ما انا واقفه كده معلقه بمعلقه، واضرب في الخلاط، الخليط بتاعنا يعني. الخلاط عمال يمشي لوحده، مش عارفه ليه، حاجه عجيبه بصراحه. انا هستعمل الكوبايتين، انا بشوف كده وان شاء الله الكوبايتين هيتعملوا خلاص. بتضيفي بقى معلقه بمعلقه، وتضربي بالخلاط كده لحد ما ايه، كل معلقه ما تندمج مع الخليط يعني وتروح مش باينه. ضيفي لغايه ما تخلصي الكميه بتاعتك. تمام. هتجيبي صينيه وتدهنيها بقى كده سمنه او زيت او ايا كان، وترش فيها رشه بسيطه كده من الدقيق. صب بقى الخليط بتاعك. انا استخدمت الكوبايتين، انا جايبه نص الكوبايه التانية دي قدامي عشان لو احتجت حاجه اخدها. ضيفي بقى كده، تكون مولعه الفرن قبلها ب10 دقايق، واحطها في الرف النص، في النص الوسطاني يعني قصدي، من 25 دقيقة ل30 دقيقة. وبتجسها بقى بال اللي هو بتاع الخل بتاع الشيشتاوك ده، وتشوفها لو لقيتها لسه طرية سيبيها، لو لقيتها خلاص استوت خلاص، ما طلعتش معاكي عجينة في الخل ده يعني، خلاص. هشيلها بقى كده يا حبايبي، سخنة على فكرة، سخنة جدا، وانا عايز اخلص. كل ما اجي اشيلها الاقيها ايه، والدنيا حر طبعا، مش عارفة اطلعها لان سخنة جدا. بس هطلعها، ده انا سوسو. هتصرف دلوقتي، هتشوف انا هتصرف ازاي. ايوه كده يا سوسو، جدع يا سوسو، اقلبي. تمام. الصينيه سخنه جدا. يلا بقى هنعمل ايه، شوف بقى هنعمل ايه فيها بقى. يلا هنظبطها كده، نقصها 2 كده بالسكينه المشنشره دي، لان انا هعملها في الصينيه اللي هي تحتها دي. يعني انا هفردها بقى في الصينيه دي عشان عايزين نكتر الكميه، لان العيال قالوا احنا عايزين، فقلت نكتر الكميه ونكبرها شويه. كنت ممكن اعملها في الصينيه التانيه اللي هي البايركس دي، بس انا قلت لا، افردها في دي ونعمل. طبعا بنسقيها بقى عصير المانجا. انا فردت حطيت رقه، والباقي قطعتها وحطيتها جنبها كده، رصيتها جنبها. الحر عامل معاكم ايه يا ولاد؟ احنا تعبانين جدا من الحر، اه والله. يلا بقى نعمل ايه الطبقه اللي هنحطها عليها. ده رتل لبن، حليب، ودي نص كوبايه حليب. حطيت فيها 4 معالق من النشا. فانيليا، فانيليا على القشطه بتاعتنا. ودي قشطه يا حبايب قلبي، بتعزز الطعم وتخلي
المهلبيه بتاعتك تحفه. يا جماعه مش قادرين ناكل، بنعمل الاكل والله ونطبخه، ما احنا قادرين ناكله من الحر. يعني دي حاجات بقى بنعملها ناكل منها خفيفه كده. يعني حاجه كده ترتب على القلب وتديكي طراوه. تديكي طراوه. تمام. هتضيفي بقى النشا بعد ما ضفت القشطه في الحليب، وتقلبي تقلبي لحد ما تسويهم مع بعض ويندمجوا مع بعض كده، هتبقى جميله جدا، تحفه تحفه تحفه. ما بحطلهاش سكر لان المانجا هتبقى مسكره، والكيكه طبعا فيها سكر، فمش عايزين نأفور الموضوع عشان تعرفي تاكليها يعني وتستمتعي بيها. هنضيف بقى يا حبايبي المهلبيه بتاعتنا كده اللي هي القشطه على الكيكه بتاعتنا بعد ما سقناها عصير مانجا. سقناها عصير ايه؟ مانجا. بعد كده بقى بتجيب المانجا بتاعتك بتعملها شرايح زي ما انت شايفه كده، وترص بقى على الصينيه بشكل جميل كده. تعملها مكعبات، تعملها شرايح اللي يعجبك، ده ماشي وده ماشي. تمام. بس تعملها بشكل حلو منظم يعني. تمام. يلا نعمل الجيلي، جيلي بالمانجا. دي الطبقة بقى الايه التالتة. دي الطبقة التالتة. جميلة جدا جدا يا جماعة، والعيال اتبسطوا بيها، وبصراحة يعني آه، هي دي عندي أحسن من الأكل بصراحة، أحسن من الطبخ. يعني بصراحة والله دي أحسن من الطبيخ، لأن الحر مخلينا مش عارفين لا ناكل ولا نشرب. دول 3 بواكب من الجيلي مانجا، وحطيت لهم معلقتين سكر لأن بتبقى تلسع شوية، فأنا عايز أظبط الدنيا يعني. تمام. حط مكعبات تلج عشان تخلي الجيلي بتاعك يبرد بسرعة. بعد كده شلته في التلاجة شوية بتاع يعني نص ساعة كده لغاية يبدأ يمسك كده، وأجيبه وأضيفه بعد ما الصينية تاخد وضعها كده وتتماسك مع بعضها. برضه حطيتها في التلاجة شوية الصينية قبل ما أضيف عليها الجيلي، والجيلي برضه حطيته في التلاجة، يعني الاتنين حطيتهم كده بتاع ربع ساعة وتلت ساعة عشان حاجتك تبقى مظبوطة، مفيش حاجة تتعمل من مكانها، ولا حاجة تتهز ولا تروح ولا تيجي. واشوفكم على خير إن شاء الله حبايبي.